محبس ليرة ناعم، الصياغة مالته كلش حلو، الليرة تكون بارزة بالايد من تلبسينه، المحبس ناعم كلش نازك على اليد، وعندي بيه احجام، الحجم الستة الحجم العشرة، من ايد ناعمة للايد الخشنة، هذا الحجم الستة، المحبس شوفوا الاطار مالته يجي كله ذهبي ما بيه اي نقش، كلش ناعم المحبس، وكلش حلو يقعد بايديك، هذا المحبس طبعا الليرة هو موديله قديم، والليرة كلش مرغوبة لحد الان، ونسواننا قبل كلش يحبون الليرة، وعندهم الليرة عالم ثاني من يلبسوه بايديهم، وهواي يجون للمحل يجون محبس ليرة، هذا المحبس الليرة اللي توفر عندي الموديل الجديد، والنقش مالته يجي طبع ليزري، بالغسل ما يروح، هذا الطبع مالته كلش قوي، وهذا الحجم السبعة، هذا الحجم يلبس ايد بين الناعمة وبين الوسط، وهذا الحجم الستة اللي بنيه ايديها كلش ناعم، الاصغر شيء، وهواي يجنن النسوان للمحل ايديها الناعم ما يمكن حجم على ايديهن، هذا الحجم يلبسك، هذا الحجم الثمانية اللي هو يلبس وسط لا سمينة ولا ضعيفة، هاي ايد وسط مال وحده لا سمينه ولا ضعيفه، والتسعه ايد بين الوسط وبين الضخمه، وهذا الحجم يلبس ايد كلش ضخمه، مال وحده ايديها كلش سمين، باقي حتى الحجم السمين وفرته اني، والمحبس كلش حلو الصياغه مالته، وبارز وحلو من الليره مبينه من بعيد، ناعمه حلوه على ايدك وتضرب لمعه مالته تضرب، باقي الاشكال مالتها شلون حلو، وتخيلي شلون حلو على ايدك هذا المحبس، وبسعر كلش مناسب، اذا حابه تحزي. بالزعفرانية بسقلها وعد هشام متوفر عندي، إذا حابين تحزوا راسلوني على الواتساب على الانستغرام وبعيوني.